السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. فوز تاريخي للمنتخب العراقي على اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا. الفوز اللي منح للمنتخب العراقي رسميا التأهل لدور ال 16 وصدارة مجموعته، واللي يعتبر فوز المنتخب العراقي 2-1 على اليابان المصنفة الأولى على مستوى آسيا حقق له أكتر من إنجاز. فبجانب تأهله رسميا لدور ال 16، فعلى مستوى تصنيف المنتخبات حقق المنتخب العراقي قفزة كبيرة. فمجرد فوزه على اليابان منحه 25 نقطة تقريبا في تصنيف الفيفا، واللي معناه رسميا تقدمه مركزين من حيث التصنيف على مستوى منتخبات العالم. في آخر تصنيف رسمي المنتخب العراقي كان بيتواجد في المركز 63 على مستوى العالم، وبفوزه النهاردة أصبح في المركز 61 على مستوى العالم، وعلى مشارف تخطي أكتر من منتخب إن شاء الله في حال تمكنه من تحقيق أكتر من فوز خلال الفترة اللي جاية في كأس آسيا. وبالتالي بفوز تاريخي للمنتخب العراقي ضمن ليه رسميا التأهل لدور 16. تفتكروا يا ترى مواجهة المنتخب العراقي في دور 16 هتكون عاملة ازاي؟ ومشوار المنتخب العراقي تتوقعوها هتكون عاملة ازاي في كأس آسيا بعد فوزه على اليابان متصدرة منتخبات آسيا؟ مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.